ازيكم يا حلوين؟ انا ايمي. لو اول مره بتشوفيني انا بعتذر جدا على الفيديو ده، عشان الفيديو ده كان لازم ينزل من كذا يوم. انا هنا هعمل المفارش للبوفيه عندي وللجزامه. انا عاملاها اصلا من اول رمضان. انا جبت القماش بتاع الخياميه، الشكل واللون اللي يناسبك، وبعد كده فردته قدامي وشفت هبدا اطلع منه كام مفرش وكام ستاره. بتجيب الامتار اللي تناسبك، هو رخيص مش غالي، والفرنشات دي برضو ب2 جنيه المتر، مش مبلغ يعني. وبعد كده بدأت أفرغ القماش ولسعته من الطروف بتاعته علشان ما يكرش معايا، لسعته كده بالولاعة. وبعد كده بدأت ألزق بمسدس الشمع للناس اللي ما عندهاش مكنة أو الناس اللي ما بتعرفش تخيط بمسدس الشمع. وبدأت أمشي على الطروف كده، وبدأت ألزق الفرنشات دي. حطيت 3 على البوفيه وحطيت 1 على الجزامة. عايزة أقولك شكلهم تحفة وعطوا بهجة للمكان جدا جدا. انا هنا من نفس القماش عملت ستارة للليفينج عندي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبدأ برضو ألزقها بالفرنشات دي. ممكن تجيبي الفرنشة اللون الذهبي ده بيدي روح للقماش، او تجيبي اللون الجنجاه حسب القماش اللي قدامك او حسب لونه والالوانات اللي لايقه معاه. وفي اللي هي الكور دي اللي هي مش عارفه بيقولوا عليها ايه، لون ابيض لون احمر، فدي حسب ذوقك. انا هنا ببدأ احط الشمع وبافرد بايدي، يعني لازم نفرد كأننا بنخيط، علشان اللي انتي هتحطيه يعني مش هينفع يتفك تاني، علشان الفينش النهائي يبقى شكله حلو كأن الحاجة جاهزة بالظبط. بفرد بايدي كده القماش مع الفرنشة علشان ما تكشكش معايا ويبقى شكلها مش حلو. انتي تقدري تعملي الموضوع ده مشروع، هيبقى مشروع مربح جدا وسهل وبسيط ومش مكلف، مش محتاج رأس مال ومش محتاج خبرة السنين، يعني هو الموضوع بسيط جدا. ممكن تعمليها لأصحابك لمعارفك لجيرانك، يعني مشروع حلو جدا جدا. انا بصي هنا بحط الشمع كده وبلزق واحدة واحدة. بصي خدي بالك لان لسعة الشمع وحشة جدا، يعني انا اتلسعت لسعته صعبة. بصي انا بظبط الفرنشة وبفرد بالراحة، وبخلي الفرنشة والقماش مع بعض على راحتهم، يعني ما بشدش، لا انا برخي كده وبفردها بالراحة علشان الفينش النهائي يبقى معاكي حلو وكأنها جاهزة بالظبط. يعني بجد بجد شكلها تحفة، عجبت الولاد. كل اللي شافها عجبته، يعني كل اللي شاف الستارة دي عجبته بجد بجد. والمفارش يعني كأن الواحد شاريها جاهزة بالظبط، وما خدتش وقت ولا مجهود ولا تمن، يعني مجبتهاش بأسعار يعني. وانتي اللي عاملاها في البيت حاجة تفرحك وتفرح الأولاد. لسه في وقت انتي تقدري تعمليها علشان تفرشيها على العيد كده لما يجي حد يزورك، يعني يبقى الشكل الفينش النهائي كده شكله حلو. بصي يعني عايزه اقولك هي مش مكلفه، ما خدتش مني يعني فلوس كتير ولا اي حاجه. هتعمليها في البيت احسن ما انت هتشتريها بكتير. وكانت معايا الشكل النهائي والفينش النهائي قمر بالشكل ده. وعامله واحده تانية برضو اصغر، يعني القماش بتجيبيه بتطلعي منه كميه حاجات كتيره قوي. كل سنه وانتم طيبين. ويا رب يعني يقعد عليكم الايام بخير ورمضان كريم، وربنا يحسن ما بين ايديكم. واشوفكم في فيديو جديد، ورب الفيديو يكون عجبكم. الستاره اهي، وباي باي.